النهاردة هنعمل مع بعض أكلة سهلة وسريعة وحلوة جدا، الجمبري بصوص يجنن، وكمان السمك بالطريقة اللي أنا بحبها وعملتها معاكم قبل كده. والنهاردة كل مكونات أكلتي من زمرة فود. شوفوا الفيديو وجربوها وأكيد هتعجبكم. أول حاجة هنبدأ بالرز، كمية بصل كويسة هنشوحها، هنفضل نقلب فيها لحد ما نوصل للون اللي انتوا شايفينه ده. هشيل نص البصل على جنب هصفيه، وبعد كده هضيف نص معلقة توم، والتوابل هكتبها لكم كلها تحت الفيديو، ومعلقة من الصلصة، وهنقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس جدا. وبعد كده هنضيف عليه الرز المغسول، انا بغسله بس مش بنقعه، وبستخدم رز ابو كاس. هقلبه تقليبة، وبعد كده هحط عليه المية السخنة. لكل كوباية رز كوباية ونص مية سخنة بس، وهسيبه يكمل سوا. وهاجي على السلمون بعد ما غسلته ونشفته، هحط عليه تتبيلة. هنا معايا نص معلقة من الثوم، عليه فلفل احمر وعصير ليمونة، وكل التوابل بالظبط والمقادير هكتبها لكم تحت الفيديو. وهضيف كمان عليه الشبت، وبحب اضيف معلقة من العسل، ما تقلقوش بتديله طعم حلو قوي متوازن، والصويا صوص، واخر حاجة زيت الزيتون. وهقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس جدا. التتبيلة دي بتدي طعم حلو جدا للسلمون. بعد كده هجيب السمك بتاعنا واحط عليه التتبيلة بالشكل ده، هوزعها بالشكل ده. هو بيطلع حلو جدا، شكله حلو قوي كمان مع اي عزومة، وطبعا ممكن تزودوا الكميات. هدخلها الفرن على درجة حرارة 190، الرف وسط، هتاخد حوالي ربع ساعة. بعد كده هجيب الجمبري غسلته ونشفته، هضيف عليه التوابل ومعلقة من النشا ومعلقة من زيت الزيتون أو معلقتين، وهقلبهم كويس. وبعد كده في طاسة سخنة هبدأ أشوح الجمبري على كل جنب دقيقة واحدة بس. الجمبري ما بياخدش وقت كتير في السوا. هشوحه على كل جهة دقيقة واحدة، وبعد كده هطلعه. هعمل الكمية دي على مرة أو مرتين حسب الكمية اللي هنستخدمها. وفي نفس البان هحط معلقة زيت ومعلقة من الثوم ونص معلقة من الجنزبيل، دي اختياري. هقلبهم مع بعض لحد ما النكهات تطلع. بعد كده هضيف الكزبرة الخضراء، وهضيف قطعة كويسة من الزبدة، وهقلب كله مع بعضه. وبعد كده هضيف عصير ليمون، وهرجع الجمبري يكمل سوا في الصوص بتاعنا. هقلبه عشان ياخد من كل نكهات الثوم والكزبرة والليمون. واخر حاجة هعملها ان انا هحط نص كوباية من المية، هتعمل لنا صوص حلو قوي زي ما انتوا شايفين. الصوص خطير يجنن. هسيبه يستوي حوالي 3 دقايق، وبعد كده هقفل عليه ونقدم الاكلة. جربوا اكلتي النهاردة ومتأكدة ان هي هتعجبكم قوي.